بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ فيديو النهارده انا طالع بس اتكلم ازاي انت كشخص فرونت اند بتشتغل في الشركة، ازاي بتاخد التاسكات بتاعتك، ازاي بتسلم التاسكات بتاعتك، ازاي الديدلاين لو اتحدد لك مثلا والديدلاين مثلا قصير او ان انت اتأخرت عنه تعمل ايه. كل الكلام ده انا داخل اتكلم عن الدنيا بتاعتك كفرونت اند داخل الشركات. الكلام اللي انا هقوله لك النهارده بناء على اكتر من شركة انا اشتغلت عليهم او اشتغلت معاهم بناء على سواء داخل مصر او خارج مصر. تمام، انا داخل اكلمك من الصفر خالص، يعني اي شركه سيستمها من الشركات اللي انا اشتغلت معاهم. تمام، داخل اتكلم معاك ايه فالدنيا ماشيه ازاي، وبناء على مشواري انا، يعني ده حياه شخصيه، مش طالع مثلا بفتي في اي حاجه. انا بكلمك على الحياه او الخطوات اللي بتتم على السايكل اللي داخل الشركات اللي انا اشتغلت عليهم وشفت بعناية. فعايز اقول لك كده ان ممكن الكلام ده يختلف من شركه للتانيه، ما هواش قرآن منزل. تمام، الشركات ما بتمشيش بنفس السيستم. في شركات انترناشونال مش نفس الناشونال، مش نفس الستارت اب، مش نفس الشركات اللي تحت السلم، مش نفس الشركات اللي هي المتوسطه. كل واحد وليه سيستمه، وكل واحد على حسب البرودكت اللي هو شغال عليه. فالكلام اللي انا هقوله لك ده بيتم بنسبه 99.9 في الشركات. ممكن يتغير في مرحلة ما، أو ممكن في جزء ما بيحصلش داخل شركة معينة. طيب أنا عايز أكلمك على الأساسيات. أنت الأول العميل، من أول العميل مثلا ما داخل الشركة وهو بيتكلم إيه، بيتكلم عاوز أعمل أبلكيشن أو عاوز أعمل بروجكت معين. تمام، أول حاجة عندي في الشركة حاجة اسمها بروجكت مانجر. البروجكت مانجر ده يا شباب عمل إيه؟ ده مسؤول عن إن هو يجيب المشروع، يتفق مع صاحب المشروع، ينفذ، يحط البلان بتاعتك ويسلم البروجكت، ويتابع كل مرحله من مراحل البروجكت دي اثناء ما حضرتك شغالين فيها وبتعملوا فيها ديفلوبمنت او ديزاين. طيب يبقى دلوقتي بافتراض ان العميل جه قعد مع البروجكت مانجر بتاعك ويتكلم في التفاصيل اللي هو عايزها وكل ده، البروجكت مانجر بتاعك تمام لو هو شخص فاهم تكنيكال بيقعد وبيخلص الدنيا لوحده. طب هو لو شخص زي ما بنقول كده مثلا ما يعرفش التكنيكال كويس، او لسه جديد في الشغلانه او بقاله سنتين ثلاثه مثلا خبره او كلام من ده، فساعتها بيضطر ان هو يلجا للتيم التكنيكال. مين بقى التيم التكنيكال؟ بيضطر ان هو يلجا لليو اي واليو اكس ديزاينر، للفرونت، لليو اي ديفلوبر، للباك اند ديفلوبر. تمام، للفول ستاك، للتيم اللي عنده او التيم المسؤول عن ان هو هيشتغل على البروجكت ده. لان مش كل الديفلوبرز اللي موجود في الشركه بيشتغلوا على نفس البروجكت. تمام، في ناس بتشتغل على بروجكت معين وفي ناس تانية بتشتغل على بروجكتات تانية ايه لو شغل الشركه كبير. طيب بافتراض حضرتك دلوقتي الشخص المسؤول عن المشروع ده، انت كشخص فرونت اند بتحضر الميتنج والعميل بيتكلم وبيقول انا عاوز مثلا في الابليكيشن بتاعي واحد واثنين وثلاثه، عاوز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. تمام، انت شخص ما مالكش في اي حاجه خالص غير ان التصميم تمام هيتعمل، وانت هتقعد تنفذ التصميم اللي اتعمل، والشخص الباك اند نفس الكلام. طب الباك اند بيتكلم من حيث اللوجيك، يعني مثلا العميل ممكن يطلب اي حاجه ممكن ما نقدرش نعملها، او ممكن يكون هو فهمها غلط، والصح احنا بنوجهه ونقول له كذا. حضرتك بتتكلم في الجزئيه اللي تخصك، يعني هو مثلا بيقول لك انا عاوز اعمل كذا، انا شفت موقع الفلاني تمام معمول بكذا وبيفتح في الموبايل بطريقه تانية، فانت بتفهمه بتقول له لا ده هو بيفتح في الموبايل ده بشكل تاني عشان كذا، ده الجزئيه دي اتلغت في كذا. ده لو هو عنده مقترحات، تمام انت بتتكلم في الجزء اللي يخصك وبتسمع منه. تمام، واليو اي بيفهم برضو منه وبيبدا يحلل تمام الكلام اللي هو قاله علشان يعرف الانبوت فين وهيطلع له اوتبوت شكله ايه، ويبدا يشتغل في البروسيس. تمام، عشان يبدا يعالج الكلام اللي هو ايه اللي هو قاله، ويبدا يطلع مين، يطلع برودكت نقدر نشتغل عليه. الباك اند مش بيتكلم من ناحيه اللوجيك، تمام انت بتتكلم برضه في الجزئيه اللي تخص حضرتك. طيب لقيت الكلام سهل وبسيط وحضرتك ما عندكش اي اقتراحات خالص او ما عندكش اي مشكله خالص، خلاص انت لا بتتكلم ولا اي حاجه. وممكن كمان الشخص البروجكت مانجر بيخلص الدنيا ايه لوحده بدون حضورك. يبقى ده الجزئيه. بنفترض دلوقتي ان اليو اي واليو اكس سمع وحلل الدنيا وبدأ يصمم الدنيا. تمام، حضرتك بتيجي تقول له انا عاوز اشوف التصاميم دي، لان انا اللي هعمل ايه، هعمل ديفلوبمنت للتصميم اللي حضرتك صممته، فانا عاوز اشوف الكلام ده قبل العميل ما يشوفه. طب ليه قبل العميل ما يشوفه؟ لان العميل دلوقتي ممكن يشوف تصميم عجبه جدا ووافق عليه وخلاص عمل اكسبت عليه وانا وافقت والدنيا تمام،
طب حضرتك نفذ لي الكلام ده ما اقدرش اعمل ليه ديفلوب، لان مثلا ما فيش بلجنز بتعمل الكلام ده، مش قادر اعمل الشكل ده بايظ، الشكل ده مش في امكاني، لان احيانا اليو اي واليو اكس ديزاينر تمام احيانا بيكون عندهم شغل لسه ما وصلش لينا ان احنا نقدر نعمله ديفلوب. يعني حياة هم بيشوفوها حياة مثلا من وحي الخيال، حياة بيبقوا عايزين يطلعوا فيها الكرياتيفيتي بتاعتهم، وانت ما بتقدرش تنفذ الكلام ده لسه مش موجود على ارض الواقع. فحضرتك بتقول له انا عايز اشوف الكلام ده، لان انا لو هقدر اعمله هقول لك خلاص وري لي العميل لو وافق عليه خلاص انا كده كده هعرف اعمله. طب افرض افرض دلوقتي التصميم ده صعب، فانت بتيجي تقول له لا عدل لي الجزئيه دي ما توريهاش للعميل، عدل لي الجزء ده اعمله بشكل تاني، اعمله بشكل واحد اتنين تلاته، اقدر انفذه، اقدر ما يتعبنيش في الريسبونسيف، اقدر مثلا انفذه وما ياخدش مني وقت تمام في البروجكت، عشان البروجكت مثلا محطوط لي ديدلاين تمام. فالجزء ده طب هياخد مني وقت، فانت بتتكلم في الجزئيه اللي تخص حضرتك. طيب دلوقتي التصميم بقى كله تمام، بتيجي تقول له اتفضل ودي التصميم ده للمانجر بتاعك واقعدوا مع العميل وشوفوا ايه اللي هيتم تعديله، لان العميل طبعا مش هيوافق على التصميم من اول مره، بيطلب تعديلات، بيطلب مثلا تغيير الوان، بيطلب مثلا شكل في اللوجو، بيطلب حاجات كتير قوي من المصمم او الجرافيك ديزاينر من التيم بتاعهم. فعلى ما بتجيلك وكل ده انت طبعا بتكون شايفها قبله. طيب نفترض دلوقتي حضرتك بقى ايه الشغل جالك، بتبدا تاخد السكتش بتاعتهم، الملفات بتجيلك من اليو اي واليو اكس ديزاينر على حسب ما انت بتطلبها منه. في شخص بيبعت لك ملفات مثلا بفوتوشوب، في شخص مثلا ممكن يرفعها لك مثلا على اونلاين، مثلا بتروح مثلا تاخد الصور بتلاقيها موجوده لوحدها، بيكون محدد لك مثلا كل جزء في السكتش بتاعك تمام، محدد لك البوردر ريدوس هنا، البطن ده شكله ايه، الكلر هنا، الفونت فاميلي هنا مستخدم ايه، الفونت سايز هنا حجمه قد ايه، كل الكلام ده اليو اي واليو اكس بيكون موفره لك، انت ما بتتعبش نهائي فيه، هو ده شغلته، انت صممت وعملت وكتبت باللون الفلاني، حضر لي الالوان دي، الصور هاتها لي بصيغه كذا، حضرتك بتطلب منه الصور الصيغه اللي انت شايفها مناسبه ليك، بين جي ولا جي بي جي على حسب سرعه مين، علشان ما يكونش فيه ريزوليوشن عالي، علشان ما يكونش فيه مثلا حجم الصور ما تكونش عاليه جدا، فالموقع بتاعك ايه السرعه بتاعتها تكون قليله تمام، لان الصور لما بتكون كتيره في الموقع السيو بتاع الموقع بيكون مش كويس. طيب دي نقطه. بعد كده انت بتطلب منه الحاجات بتاعتك بيحضرها لك، وبتبدا حضرتك تعمل ترانسفورم تمام للسكتش ده وتحوله ليوزر انترفيس، بس انتر اكتف شويه بواسطه مين الكود اللي حضرتك بتكتبه، سواء HTML تمام، سواء بفريم ورك معين او كلام من ده، حضرتك بتنفذ ايه، بتبدا تنفذ المطلوب تمام بعد ما بتاخد السكتش من الشخص ده. بعد ما بتعمل كل جزء او كل مرحله حضرتك بتخلصها، بتوري التيم ليدر اللي عندك او المسؤول عن المشروع بتاعك، بتوري له الجزئيه بتاعتك، بتكتب مثلا في مواقع زي تريلو يوميا انت بتكتب انت خلصت ايه، كان معاك تاسك ايه النهارده، خلصت فيه ايه، وصلت فيه كام، خلصته ولا لسه مثلا هتعمل عليه انيميشن بكره، بتكتب كل حاجه حصلت. حضرتك بتاخد كل جزء وكل تاسك بتبقى متحدد لك ديدلاين، انت كشغلك كفرونت اند ادالك مثلا دلوقتي حول لك السكتش، قال لك احنا عايزين نعمل الصفحه بتاعت الهوم بيج دي، والله الهوم بيج دي يا محمد هتاخد منك 3 ايام، الليدر بتاعك قال لك هتاخد 3، طب حضرتك خلصتها قبل الثلاث ايام خلاص ممكن تسلمها، وده هيبقى بونص للشركه، الشركه هتراعي الكلام ده لما انت بتسلم مثلا شغلك بدري عن ميعاده مره واثنين وثلاثه، فبتراعي لك الكلام ده وبتديك حافز اخر الشهر. طيب انت حضرتك اتاخرت او سلمت في ميعادك معناها ان انت شخص مجتهد وشخص شاطر جدا برضه وبيراعوا الكلام ده. طب حضرتك مثلا اتاخرت عن الديدلاين لان كان في شغل صعب او كلام من ده، هم بيراعوا حاجه زي دي مره واثنين وثلاثه تمام، بس مش دايما انت بتسلم الشغل بتاعك متاخر، وهتكتب في الفيدباك بتاعك ان حضرتك سلمت الشغل متاخر علشان كان عندك مشكله واحد اتنين تلاته في الكود، مش مشاكل في البيت تمام، مشاكل في الكود انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وانت اديت لهم فيدباك عن الشغل بتاعك ماشي ازاي، فهم دلوقتي وصل لهم فيدباك ان حضرتك متاخر او هيقابلك مشكله او هيقابلك معضله، لان في عندك مشكله في الكود لسه انت مش قادر تحلها، ساعتها هم بيراعوا الكلام ده. طيب حضرتك دلوقتي انت دخلت مثلا على مواقع زي تريلو او على سلاك او على اي برنامج او سيستم هم الشركه شغاله بيه،
بتكتب حضرتك عملت ايه، واحيانا الصبح كمان بتكتب معاك تاسك ايه، هياخد منك وقت قد ايه، الديدلاين بتاعه قد ايه، واخر اليوم وانت ماشي بتكتب انت عملت فيه ايه، وخلص ولا لسه، وفاضل في الديدلاين قد ايه. تمام. ليه؟ لان مثلا التيم ليدر بتاعك بيراجع على الكلام ده وبيعرف انت وصلت في قد ايه. طيب، يبقى احنا دلوقتي قلنا ان انت خدت الشغل بتاعك من المصمم واشتغلت عليه، رحت الشركه الصبح كتبت التاسك اللي معاك، نفذت التاسك، اخر اليوم كتبت انت عملت ايه. لو سلمت في ميعادك ده ليه حاجه تانية، لو ما سلمتش في ميعادك ده ليه طريقه تانية برضو، واحنا اتكلمنا عنها دلوقتي. طيب، بعد كده حضرتك خلصت الشغل ده كله، ففي مثلا انتوا شغالين على فيرجن كنترول ونفترض جيت، تمام، شغالين عليها، بترفع عليها الشغل بتاعك، بتبدا تعمل انتجريشن مع الباك اند. الباك اند هنا تمام بياخد منك الشغل اللي انت حولته، تمام، ويبدا يشتغل عليه باللوجيك اللي هو اتفق فيه مع العميل في الميتنج، او مع المانجر، البرودكت مانجر، تمام، او البروجكت مانجر. قال لك مثلا مطلوب واحد اتنين تلاته، فهو دلوقتي اخد الكلام ده، تمام، وبدا يشتغل عليه بناء على التصميم اللي اتعمل في البدايه واللي حضرتك حولته له لملفات، وهو بدا يشتغل عليه ويبرمجه. طب هو برمجه، في احيانا هو بيبرمج هيبوظ حاجات في الريسبونسيف، هيبوظ الوان، هيرجع لك تاني، يبقى الشغل دلوقتي مخلصش، هيرجع تاني، فده تاسك جديد. فبعد ما بتخلص التاسك الجديد بتاعك حضرتك، بعد ما بتخلص الشغل بتاعك، الباك اند ممكن يرجع لك شغل بايظ منه. طيب، الشغل اللي بايظ منه ده التيم ليدر بيبقى عارف، ولان البروجكت مرفوع على الجيت مثلا وكل حاجه متشافه، تمام، فحضرتك بتاخد التاسك الجديد وتبدا تعدل عليه تاني، وتبدا تظبط الشغل اللي باظ، تمام، وتبدا تسلمه. في النهايه خالص بعد كده انت خلصت البروجكت، بيروح لمرحله تانية اسمها التست. التست ده انت اوريدي اصلا بتست كل جزء عندك وانت شغال. طيب، كذلك برضو الباك اند بيتست اللوجيك بتاعه، بس هو ملهوش دعوه بالتصميم. ممكن التصميم يبوظ، فقلنا هيرجع لك انت هتعدل له شغل في التصميم، وبعد كده هيروح للتستر. التستر عندك هنا بيتست كل جزء وكل حرف في البروجكت من الالف للياء. فهو دلوقتي عندك مثلا لو خلص البروجكت تصميم وبرمجه كتست، تمام، بيبقى في فيدباك او في بجات بترجع لحضرتك، بترجع للباك اند، بترجع للتيم ككل، وتبداوا تشغلوا عليها لحد ما كل حاجه بتبقى تمام، وبعدين بتسلموا المشروع ده لمين؟ للعميل. بيبقى في مراحل احيانا بنوري للعميل المرحله اللي احنا وصلنا ليها، وبيشوف بعينه الويب سايت او الابلكيشن بتاعه شغال ازاي، او الدنيا شغاله ازاي. وبنخش ميتنج اكتر من مره اثناء ما حضرتك شغال واثناء ما المشروع شغال. ده جزء مثلا احنا بنتكلم فيه. بعرفك شغل الشركات. طبعا انت لو شغال بفريم ورك معين، فحضرتك التصميم، تمام، بيبقى فيه جزء، بس الحوار ان انت تاخد التصميم بقى السكتش وتبدا تحوله، ده هيبقى مختلف شويه، لان انت بتشتغل على حاجه اسمها الريسبونس. الريسبونس ده هيبقى جاي لك من الاي بي اي بتاع مين؟ من الباك اند. فانت التصميم بتاعك هيبقى معتمد على الاي بي اي اللي حضرتك جايبها. ليه؟ لان الاي بي اي دي فيها داتا معينه، فحضرتك هتبدا تاخد الداتا دي وتبدأ توزعها في التصميم بتاعك بشكل معين. فدلوقتي عد في مرحلتين: في مرحلة ان انت بتاخد التصميم اوريدي، بتحط شوية صور وشوية كلام، وفي دلوقتي ان الباك اند عندك باعت لك اي بي اي، فالاي بي اي ده فيه داتا معينة، حضرتك عاوز تاخد داتا تمام معينة من الاي بي اي ده، تبدأ تحطها. مثلا هو حاطط لك الصور، حاطط لك اي دي، حاطط لك التايتل، حاطط لك مثلا ديسكريبشن للبرودكت بتاعك، كلام من ده، فحضرتك عايز تحط الكلام ده في ديف معين وتبدا تعمل انيميشن. فانت مش هتعمل اي ديف واي انيميشن كده والسلام، حضرتك عاوز الكلام ده يكون جاي لك منين؟ من الاي بي اي. تاخد الداتا اللي فيه معينه وتبدا تظبطها فين؟ تظبطها عندك. ده لو انت شغال ايه؟ ده لو انت شغال بفريم ورك معين. وبعد كده القصه تبدا ترجع منين؟ اللوب اللي انا قلتها دي تبدا تتعاد مره واثنين وثلاثه، بناء على مين؟ بناء على شغل الشركات. ده يعني بص، انا حاولت ادمج لك اكتر من شركه انا اشتغلت معاهم، تمام، في الفيديو ده. كل الشركات اللي انا اشتغلت معاهم تقريبا السيستم بتاعهم واحد زي ما انا قلت لك كده، تمام. لو في اي حاجه اختلفت او مختلفه في شركات تانية او انت شفتها، تمام، عادي، ده طبيعي. انا مش بقول لك الكلام ده ان ده قرآن المنزل، انا بقول لك الكلام ده ممكن تلاقي الكلام ده ما بيحصلش والدنيا ماشيه شغاله بالحب. ده الشركات اللي تحت السلم مثلا، او الشركات اللي هي الستارت اب اللي لسه صغيره، او الشركات اللي مثلا بتعمل شويه اعلانات، وتعالى اعمل موقع ب 2000 و 3000 جنيه
ومفيش اداره ومفيش اي حاجه. فكل مكان تمام وليه السيستم بتاعه. انا بكلمك بامانه على كل الشركات اللي انا اشتغلت معاهم، وعلى كل التيم اللي انا اتعاملت معاهم، ده اللي انا اتعاملت بيه في كل الشركات. فانا اتمنى ان انا اكون مثلا ريحتك وقلت لك الخلاصه، واتمنى ان يكون يعني قدمت لك معلومه تفيدك. تمام. وبس كده تمام. اشوفكم ان شاء الله رب العالمين في فيديو جديد على القناه، وما تنسوش تشتركوا في القناه. شكرا.